الاستاذ ناجي عبد العزيز رئيس القسم الاقتصادي بجريده المصري اليوم. ازيك يا استاذ ناجي؟ اهلا بيك يا زهر. اهلا بيك حضرتك نحن نتحدث على اسبوع عدم الاستقرار الاقتصادي، وحضرتك تقول لنا بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايوه بالظبط. نبطل خناقه ونشتغل. نبطل ايه؟ نبطل خناقه ونشتغل. لا يعني حضرتك مثلا يعني خلينا نقول ان هناك ازمات حقيقيه، وهي وجود عجز في الموازنه. الاحتياطي وصل لادنى مستوى ليه 13.5، معنا الدكتور صلاح جوده بيؤكد هذه المعلومه. فبرضه مهما يعني هناك ازمه حقيقيه برضه، يعني مش الشغل دلوقتي هو اللي هيحل المشكله يا استاذ ناجي ولا ايه؟ بالتاكيد بس حضرتك يعني انا عايز اوضح حاجه مهمه، معلومه مهمه جدا. احنا بلد ماشيين في طريق الافلاس. اذا كنا بنتكلم عندنا 13.5 مليار دولار احتياطي، فاحنا بنستهلك من 1.5 الى 2 مليار منهم واردات سلعيه من الخارج، واردات تخص الحكومه. ده رقم واحد. رقم اثنين، في واردات تخص القطاع الخاص، وهي ايضا تقدر القطاع الخاص لا يستطيع الاستيراد الا بالدولار، اذا بيسحب مسحوبات من الدولار، اذا الاحتياطي لدينا يتآكل. اذا فضلنا عند نقطة الثبات اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، هذا الاحتياطي لن يكفي اكثر من 3 اشهر اذا كنت متفائل. عجز الموازنة مع الاسف الشديد، الحكومة ذهبت تبحث عن حلول سهلة وبسيطة لعلاج هذا العجز عن طريق فرض ضرائب على بعض السلع وعلى مجموعات كبيرة من السلع. طب انا هقول لحضرتك بس على جزئية كانت